السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي نقدر نصمم موديل زي اللي حضراتكم شايفينه كده. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هبدأ كده على بركة الله أجيب وش الشنطة اللي أنا هبدأ أصمم عليه الموديل اللي أنا عايزه أو اللي أنا حابه. الباترون اللي معايا أو وش الشنطة اللي معايا مقاسه 38 في 29 سنتي. وأبدأ أحاول أخد كيرفات، يعني أنا مصمم الموديل ده بنظام الكيرفات اللي حضراتكم شايفينها كده، تمام، في الجنبين وفي الجزء اللي تحت بالمنظر ده كده، وقصتهم. طبعا اي مقاسات حضرتك حاببها، ممكن تكبر ممكن تصغر. بعد كده هبدأ استبدل الاجزاء اللي انا شلتها ديت بلون تاني خالص، يعني انا اخترت الابيض. وبالنسبة للقص احاول ان انا اقص ازيد من الجزء اللي انا اخدته او الجزء اللي انا قصيته بواحد سنتي داير ما يدور، 1 سنتي داير ما يدور. الجزء اللي انا هبدأ احطه بدل الجزء اللي انا شلته، تمام. هيبقى معايا بالمنظر ده كده. احاول ان انا احطهم كده. طبعا ان شاء الله الاجزاء ديت هتبان في التصميم معايا، هيبقى عندي بالمنظر ده كده. بعد كده هجيب قطعة برضو زي اللي حضراتكم شايفينها كده واقصها بالمنظر ده. طبعا دي المقاسات حضرتك انت بتحددها، دي حرية شخصية. يعني ارتفاع الدوران، شكل الدوران عامل ازاي. بعد كده جبت صورة وطبعتها على الجلد. طبعا كنت شارح ازاي ان انا اطبع صورة على الجلد في فيديو قبل كده، ان شاء الله هسيبهولكوا في صندوق الوصف. وابدأ احطه في الجزء ده كده. ان شاء الله المرحلة اللي جاية هبدأ اشتغل في الخياطة، اثبت الاجزاء ديت على وش الشنطة، وان شاء الله نشوف الشكل النهائي للشنطة بعد ما نخلص. هبدأ كده على بركة الله اثبت الاجزاء. هجيب الجزء اللي انا قصيته وابدا اجيبه بالشكل ده كده. احاول ان انا اسيب منه سنتي خارج لبره كده، وابدا ان شاء الله اثبته. هيبقى معايا بالشكل ده كده. هبدا اثبت باقي الاجزاء بنفس الطريقه. بعد كده هبدا اديها افراد كده خفيفه عشان تريح معايا. وابدا ادهن الاجزاء ديت زيت عشان تريح معايا وانا بخيطها. بعد كده هبدا اخيط الجزء ده، اخده عرض دواسي. بعد كده هيفضل الجزء ده معايا، هبدأ احطه في الجزء ده. بحاول ان انا اوسطنه. طبعا هبقى عامل علامة هنا القطة بتاعتي وهنا القطة بتاعتي، هحط الاتنين على بعض.
وابدأ اخد خياطة كده. وده كده الشكل النهائي لوش الشنطة زي ما عملناه مع بعض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.